النهارده ان شاء الله هعمل معاكم حاجه كده حلوه سهله ولذيذه وكمان سريعه. مش هنحتاج ان احنا ندخلها فرن، ولا هنحتاج ان احنا نقف نعملها في ساعتين 3. بالظبط بالظبط هتتعمل في نص ساعه، وهتدخل التلاجة ساعتين. هتاكلوا احلى حاجه حلوه، مش هتحسوا خالص خالص بالتعب بتاعها نهائي. تعالوا اوريكم بقى الحاجه الحلوه، الطبقات الرهيبه دي معموله ازاي. في طاسه على النار حطيت كوبايه من السكر. مش هحرك السكر بتاعي خالص خالص غير لما يتكرمل، شايفين كده؟ اول ما السكر يتكرمل تماما وما يبقاش فيه اي حبيبات خالص من السكر، هنزل عليه بقى بنص كوبايه من الميه المغليه، وكمان كوبايه لبن مغلي. اهم حاجه واحنا بننزل بالميه المغليه وبننزل باللبن المغلي، ننزل بيه تدريجي، وحاولوا تبعدوا ايديكوا كده شويه بس عشان ما تتلسعوش. شايفين؟ هنزل باللبن والميه على 3 مراحل. بعد ما نزلت بيهم هقلب، ايدي شغاله تقليب، ما توقفيش، هتحسي ان هو كتل شويه بس هيفك معاكي على طول. محضره هنا معلقه من الزبده كبيره. المعلقه الزبده دي اختياري، بس هي بتدي نكهه رهيبه جدا، بتخليه دسم قوي. بعد ما الزبده بتاعتي تدوب، هكون مجهزه بقى كوبايه من دقيق السميد. الكوبايه اللي انا معايره بيها الميه واللبن هي الكوبايه اللي هعاير بيها دقيق السميد. دقيق السميد ده اللي هو دقيق البسبوسه. انا هنا جايباه سايب، مش جايباه في مغلف في اكياس ولا اي حاجه، بس الاتنين واحد يعني. هفضل بقى اقلب على نار هاديه لحد ما دقيق السميد عندي يشرب كل السوائل. واول ما تحسوا ان هو شرب كل السوائل زي ما هو واضح في الفيديو كده، على طول تكونوا مجهزين الصينيه بتاعتكم. بس بالظبط كده، اوعوا يكلكع منكم، على طول تحطوه في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. وهنفرده بقى على طول كده، يتفرد معانا بمنتهى السهوله. بعد ما فردته هركنه بقى ونعمل الطبقة التانية. الطبقة التانية سهلة جدا. حلة حطيت فيها نص كوباية من السكر، واربع معالق كبار من النشا، ومعلقتين من اللبن البودرة. هدوبهم كلهم على البارد. نزلت بقى بثلاث كوبايات كبار من الحليب البلدي. انا هنا مستخدمة الحليب البلدي عشان القشطة بتاعته بيبقى حلو قوي قوي في الوصفة، لكن لو ما عندكوش مفيش اي مشكلة. هقلب كويس جدا لحد ما السكر والنشا واللبن البودر يدوب، وهنزل عليهم بقى بكوبايه من الكريمه اللباني. بتدي دسامه كده وطعم خطير. لو ما عندكوش كريمه لباني هيبقى كوبايه من القشطه او علب القشطه المعلبه دي، هنستخدم علبه. هقلب كويس جدا وهرفعهم بقى على نار هاديه لحد ما السمك معايا يبقى وسط، مش هيبقى خفيف ولا تقيل. هو لما يدخل التلاجة هيتقل. نقدر نضيف في المرحله دي مثلا جوز الهند، اي حاجه انتوا عايزينها. هنصبه بالراحه على البسبوسه بتاعتي وهندخله التلاجة. قعد معايا في التلاجة 3 ساعات. شايفين الطبقات؟ انا مش هقدر اقول عليها مهلبيه، هي حاجه احلى من المهلبيه. كريمه اللباني مع اللبن البودره، قطعه الزبده اللي في البسبوسه خطيره. كان نفسي اقطع معاكم قوي قوي الصينيه من البدايه، بس طبعا هي اتاكلت. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي قوي. والكميه دي، الصينيه دي مش صغيره، حلوه جدا، لان يا دوب كل فرد بياخد قطعه. بتبقى حلوه جدا. شايفين الطبقات؟ دلوقتي بقى هقطع معاكم حته وهوريكم قد ايه بتطلع بمنتهى السهوله. عايزه اقول لكم كمان ان هي كل ما بتقعد في التلاجة كل ما بيكون طعمها احلى واحلى. يعني لو عملتوها من بالليل كلتوها الصبح هتبقى فظيعة. لو سبتوها يوم او 2 في التلاجة بيبقى طعمها خطير جدا. شايفين حلوة قوي. احلى حاجة ان هي ما بتدخلش الفرن، وان هي ما بتحتاجش حاجات كتير. الموضوع بجد بجد سهل جدا. هوريها لكم بقى كده. بصوا. ان شاء الله جربوها هتعجبكم جدا. رمضان قرب، كل سنة وانتم طيبين. بنحتاج ان احنا نعمل حاجات كده واحنا واقفين في المطبخ، بتبقى سهلة وسريعة. دي من الحاجات اللي ان شاء الله هتعتمدوها جدا جدا. هتعجبكم وهتشرفكم جدا لو في اي حد جايلكم. حاجة حلوة جميلة جدا، ومحدش هيصدق ان هي معمولة بالبساطة دي. شايفين؟ هستنى بقى رأيكم في الكومنتات، وان شاء الله تنجح معاكم من اول مرة. واستنوني بإذن الله في فيديوهات تانية كتير سهلة وبسيطة. اشوفكم بقى في فيديو جديد.